واحدة عزيزة كريمة من شمالها إلى جنوبها، لكن نقول لأنه بعيد علينا بعشرات الكيلومترات القليلة، يرقد تحت الأرض غصن أخضر، هو الزعيم لحبيب بورقيبة. الزعيم لحبيب بورقيبة كانوا يتحدثوا عليه عكس ما يقولوا برشا من الناس، ماهوش يتحدثوا عليه من منطق عبادته الشخصية. ما احناش احنا اللي نقولوا لزعمائنا ونغنيوا لهم طلع البدر علينا. ما احناش احنا اللي زعمائنا نقولوا لهم لا اله الا الله فلان حبيب الله. اعوذ بالله واستغفر الله انه النشيد اللي تعمل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يتقال على الناس كل زعماء سياسيين، لا، نحن نقولوا الزعيم لحبيب بورقيبة لانه يمثل ذلك الجيل الذهبي الذي حرر تونس وبنى الدولة الحديثة، ولا ننكر ذلك، ونحن مواصلة لهذا المسار ومواصلة لهذه الحركة. نقول الكلام هذا لانه نعرف، وانا اعرف اكثر من غيرنا، نحن اللي ناضلنا في زمن حكم حبيب بورقيبة وسجلنا لانه كنا نحب وتكون ديمقراطيه في تونس. نحن مواصله لهذا المشروع. نحن اخواني اخواتي اجتمعنا جميعا حول حكايه تونس، حول حكايه التوانسه. احنا اجتمعنا حول المشروع الوطني التونسي اللي عمره 150 عام. أجيال متتالية من المستحيل المفكرين المبدعين كلهم جدودنا. نحن استمرارية لهذه الحركة المباركة، ولكن في نفس الوقت نحن تطوير لها وتحديد لها وقطع مع الجوانب السلبية اللي فيها. إذا نحن ما عندناش مقاربة تقديسية للماضي، ولكن نحن عندنا جدود ونحن عندنا ناس سبقونا ونحن استمرارية ليهم. والسؤال اللي نحب نقوله الآن للباقي الآخرين اللي ما يحبش نذكر أساميهم، نعم خير الدين باشا هو جدنا، نعم الثعالبي هو جدنا، نعم بورقيبة هو جدنا، نعم بن يوسف هو جدنا.